يا مساء الخير عليكم يا احلى ناس في الدنيا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وسعاده يا رب دايما. وحشتوني قوي بجد. فيديو النهارده هتكلم فيه عن تجربتي الكامله مع الاجهزه الكهربائيه اللي اخترتها في جهازي. لو بتجهزي او بتجددي الفيديو ده هيفيدك جدا. بس قبل ما نبتدي الفيديو ما تنسوش بقى اللايك الجميل ده، تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وسيبوا لي كومنت تقولوا لي ايه اكتر الاجهزه اللي انتوا جبتوها وفعلا ندمتوا عليها، والاجهزه اللي هي انتوا عايشه معاكم كويسه عشان برضو غيرك يستفيد. ويلا بينا نبتدي الفيديو. اول حاجه جبتها هي التلاجة دي، افضل اختيار انا عملته فعلا. انا كنت عاوزه اجيب اللي هي التلاجة الصغنونه دي عشان المكان، بس جوزي اصر نجيب اللي هي الكبيره، وفعلا طلع عنده حق. انا جبتها اللي هي ميجا فريزر، اللي الفريزر بتاعها بيبقى كبير والصراحه جميله جدا. وجبتها اللي هي نوعها شارب، هي الصغيره فيها حلوه برضو يعني مش وحشه. بس انا لما جيت اشتريت الصراحه هو مش جابها كبيره، كان قاصد برضو لان كانت شارب في نقص فيها في المحلات وفي الاماكن كلها. فدي اللي كانت متوفره فجبناها، وكان عاجبنا فيها ان هي ميجا فريزر في الفريزر الكبير. نصيحتي بقى مني، نصيحه مني قصدي، بلاش كريازي. عشان عند تيتا انا كنت عايزه اجيب كريازي عشان مساحتها، بس هي عند تيتا وعند عمتي بتبوظ بسرعه، وكمان من جوه بتسرب ميه. الصراحة بعيدوا عنها يعني. لازم ولازم لازم 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 لما تيجي تجيبي تلاجة جيبيها اللي هي انفلتر، عشان دي اكتر حاجة بتسحب كهرباء هي التلاجة، لانك انت بتبقي مشغلها على طول، وهي اكتر جهاز بيقعد يسحب في كهرباء عشان بيبقى محطوط في الفيشة. وعن تجربة شارب حلوة قوي، وال جي او بوش، يعني هما التلاتة دول الصراحة تحفة. الغسالة بقى انا جبتها زانوسي ومبسوطة بيها جدا ما شاء الله. ونصيحتي ليكي بلاش تجيبي اللي هي بتتفتح من فوق، كانت عند ماما مش بتنضف كويس، ولازم تحطي مع المسحوق كذا حاجة علشان الهدوم تنضف. حتى لو جبتيها ال جي اللي هي بتتفتح من فوق برضو مش هتنضف كويس معاكي ومش بتبقى حلوة. اللي من قدام اللي زي بتاعتي كده احسن بكتير، سواء زانوسي او ال جي، الاتنين عن تجربة جمال وبجد انصحكم بيها. فانا الغسالة بتاعتي 6 كيلو. انت لو تقدري تجيبي اعلى، يعني انا جبتها 6 قلت ايه عشان احنا 2 وكده، انت لو تقدري تجيبي اعلى من 6 كيلو هيبقى كويس قوي، يعني 8 كيلو كويس. هي البرامج بتاعتها كويسة، الغسالة شغالة كويس، تنظيفها كويس جدا. يعني عن تجربتي في زانوسي، مش تجربتي انا بس، يعني تيتا جايباها وماما جايباها وعمته جايباها، ناس كتير قوي جايباها وفعلا جميلة. بس لو برضو ال جي حلوة قوي، وناس كتير برضو جايباها عندي وشكرت فيها جدا ان هي حلوة جدا. فلا، عن تجربة ال جي مفيش حد اشتكى منها، وزانوسي برضو مفيش حد اشتكى منها. البوتاجاز بقى برضو زانوسي هو حلو جدا. مشكلتي معاه ان الحوامل بتاعته صعبة في التنظيف، يعني صعبة جدا يعني انا بتعب. كنت ناوية اجيب اللي هو لجرمانيا، بس سمعت شكاوي كتير عنه الصراحة، وتيتا برضو جايباه فاشتكت بقى من ان هو الفرن بتاعه مش كويس وكده. فالصراحة بعدت عنه. في لجرمانيا بيبقى نوعين، يعني في اللي هو متهيألي، ما أنا مش عارفة، في ايطالي او الماني، وفي اللي هو مصري، يعني اللي هو متقفل في مصر وكده. فهم بيقولوا الالماني افضل من المصري، يعني ممكن تكون هي جابت المصري مثلا مش الالماني، او الله اعلم يعني. بس انا الصراحة لقيت فيه شكاوي كتير قوي عنه، فغيرت رأيي وجبت زانوسي، لان ناس كتير قالت عليه حلو وكده وكويس. فالصراحة جبت زانوسي وهو جميل قوي قوي قوي. بس لو عندكم حل للحوامل، عشان انا تعبت منها، انا حطيتها في الفرن عملت معاها جلسات تنظيف كتير. الاير فراير بقى جبت تورنيدو، بس انا جبتها عشان الصراحه حاجه معينه. يعني انا مش جايبه الاير فراير عشان من اول الجواز او قبل الجواز او كده، انا جبت الاير فراير بعد الجواز. جبتها عشان في اول جوازي الغاز اتاخر في التركيب جدا، وكمان قلت يعني ايه، اجيب حاجه تساعدني في ان انا اعمل اكل عشان البوتاجاز مش شغال. فنزلنا جبنا اير فراير، وقلت برضه هتنفعني عشان القولون وكده، فبالنسبه لي يعني هتنفعني فيما بعد. فانتي ممكن ما تجيبهاش في اول الجواز، يعني ممكن تستغني عنها يعني، وبتجيبيها بعد كده، يعني مش حاجه اساسيه او ضروريه قوي يعني. هو انا بس كان في ظرف او كده. بس هي تورنيدو حلوه قوي، وفيليبس جميله، وبلاك اند ديكر، التلاتة دول انا كنت بختار ما بينهم. الكاتل انا جايباه تورنيدو، وما شاء الله ما شاء الله سريع في الغليان، وسعره حلو مقارنه باللي موجود، يعني بنفس امكانياته ونفس يعني سرعته وكده.
فهو نفس الجودة دي مقارنة بسعر التانيين. ان انا كنت عايزة اجيب بلاك اند ديكر، هي غالية بس حلوة الصراحة، بلاك اند ديكر حلو. فانا لقيت بيأدي نفس الغرض بتاع بلاك اند ديكر بس يعني سعره اقل، فجبت تورنيدو الصراحة جميل. دي بقى التحفة بتاعتي الهاند بلندر، انا جبتها برضو تورنيدو، دي جميلة جدا 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 واستخداماتها كتير قوي. كبة كبيرة ببشر فيها، يعني بتبقى فيها كده قطع بشر، قطعة لان انا اعمل بيها بطاطس شيبسي، بعمل تفريزات، يعني تفريزات مثلا بصل مبشور، بعمل تفريزات جزر مبشور، بعمل بصي هي بتنفعك. وكمان فيها الهاند بلندر ومضرب كهرباء، بجد تحفة. وهي ايدي ورجلي فعلا في المطبخ. بس اللي ندمت عليه ان انا اكتفيت بالكبة دي، يعني انا قلت انا خلاص كده انا عندي كبة مش لازم اشتري كبة تانية، بس انا كان المفروض لازم اجيب كبة صغيرة لان هحتاجها كتير جدا. انت هتحتاجي الكبه الصغيره لانك انت هتبقي فردين، او حتى لو بقيتوا ان شاء الله ربنا رزقكم وبقيتوا 3 والبيبي كبر وكده وبقيتوا 4، برضو الكبه الصغيره هتحتاجيها كتير. لانك انت مثلا عايز تعملي طماطمتين مثلا مع يعني خلطه مثلا بتاعه تتبيله فرخه واحده، خلطه بتاعه السمك، خلطه لكذا حاجه، فانت هتحتاجي اكتر انك انت يبقى عندك يعني عندي كبة صغيرة. فانا الصراحة اكتفيت بالكبة الكبيرة دي، ودي حاجة ندمت عليها. وما تجيبيش الهاند بلندر اللي هي من تحت دي بلاستيك مش حلوة، الستانلس دي احلى. الخلاط جبت جاك، انا مش بستخدمه كتير بس ضروري يكون عندك خلاط، بتحتاجيه في التوابل العصير وحاجات كتير، بس الهاند بلندر بتغنيني عنه الصراحة في حاجات. بس ما شاء الله جاك ده حلو معايا، بستخدمه في مثلا عصاير، ساعات مثلا يعني بعمل فيه كيك او بعمل فيه حاجة، التوابل بعملها في الكبة الصغنونة دي. فلا يعني هو مفيد، ولازم كل عروسة يبقى عندها خلاط، حتى لو انت جايبة يعني جايبه كل حاجه. يعني لو جايبه مثلا بالنسبه لي الهاند بلندر شامله كل حاجه، بس برضو احتجت الخلاط. المكوه مش هتكلم عنها دلوقتي، يعني انا المكاوي الصراحه في الاجهزه مش هتكلم عنها دلوقتي عشان هعمل ليها فيديو مخصوص عشان ما تزهقوش مني، يعني عشان انا الصراحه عندي نوعين من المكوه، وعندي ان هو الستاند والعادي، فعايزه اشرح فيهم بالتفاصيل عشان ما تغلطيش نفس الغلطه او تستفيدي. وبكده يكون الفيديو خلص، يا رب اكون فدتكم ويوفرت عليكم لف ودوران كتير. شيروا بقى الفيديو لاي عروسه لسه بتجهز، وما تنسوش اللايك والسبسكرايب للقناه وفعلوا الجرس عشان تشوفوا الفيديوهات الجايه اول ما تنزل. بحبكم قوي، وانتوا اللي بتشجعوني اكمل، كل اشتراك وكل لايك وكومنت بيفرق معايا جدا. اشوفكم على خير الفيديو الجاي، باي باي.